يا جماعة، كلنا بنحب نعيش مرتاحين، مش كده؟ بس في نفس الوقت فلوسنا لازم تكون في الحسبان. لو مش بنعرف نحافظ على فلوسنا هنلاقي نفسنا في دوامة من المصاريف اللي ملهاش نهاية. النهاردة جايب لكم 5 طرق بسيطة لكن عبقرية علشان تحافظوا على فلوسكم وتعيشوا مرتاحين. الفيديو ده موجه لكل مصري وعربي بيدور على الأمان المالي. خليكم معايا علشان نضحك شوية ونتعلم مع بعض. 1. حدد ميزانيتك الشهرية. قبل ما تصرف جنيه واحد لازم تكون عارف انت هتصرف كام وازاي. حدد ميزانية واقعية تشمل كل مصاريفك وحاول تمشي عليها من غير ما تتعداها. ده هيخليك في السيطرة ومش هتتفاجأ بآخر الشهر إن فلوسك خلصت. 2. فرق بين عاوز ومحتاج. في فرق كبير بين إنك تكون عاوز حاجة وإنك تكون فعلا محتاجها. قبل ما تشتري أي حاجة اسأل نفسك، أنا محتاج ده فعلا ولا مجرد شهوة شراء؟ التفكير ده ممكن يوفر لك كتير. 3. ابحث عن العروض والتخفيضات. مصر والعالم العربي مليانين عروض وتخفيضات خصوصا في المناسبات. استغل الفرصة دي واشتري وقت ما الأسعار تكون منخفضة. وما تنساش الشطارة في إنك تشتري الشيء اللي محتاجه بسعر أقل. 4. استثمر جزء من دخلك. مش لازم تكون مليونير علشان تبدأ تستثمر. حتى لو هتحط مبلغ صغير، استثمار الفلوس هيساعدك تبني ثروة صغيرة على المدى الطويل. فكر في العقارات، الأسهم، أو حتى فتح مشروع صغير. 5. قلل من المشتريات اللي ملهاش لازمة. أحياناً بنشتري حاجات لمجرد إن شكلها حلو أو عشان نكون زي الناس، بس الحقيقة إن كتير من الحاجات دي ممكن نستغنى عنها أو نقلل منها. كل ما تقلل من الحاجات اللي بتشتريها بدون تفكير، كل ما تحافظ على فلوسك بشكل أفضل. يا جماعة، الحياة مش محتاجة تبقى صعبة. بخطوات بسيطة ممكن نعيش مرتاحين ونحافظ على فلوسنا. الفكرة كلها إنك تكون ذكي في صرفك وتفكر قبل ما تحط الفلوس. أتمنى تكون النصايح دي عجبتكم وتكون بداية لحياة مالية أحسن ليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناة حبشي عشان دايما نكون مع بعض في طريق النجاح.